تيتصاوروا وانا الطوموبيل كنت مدور، فهمتي، كنت باقي ما مدورش لها الفور، يعني صحاب الساجات حق تما عاد تعرف راسك فعلا شنو درتي. السلام عليكم. واحد الخبر اللي شفناه في المواقع التواصل الاجتماعي، بزاف كيقولوا ان عز الدين أناحي لاعب ديال المنتخب الوطني المغربي يعني عمل حادثه سير وكان سكران وكان كذا وكان كذا، هو واحد جوج ديال الفنانه مغاربه. فهاد الخبر هذا كنأكد لكم انه ما منوش، وكنقول لهاد الناس هادو زعما الحشومه عليكم هاد الاخبار الزائفه. الوليد يلاه بدا المشوار ديالو في الكره، يلاه بدا المستقبل ديالو، يعني هاد الولد عنده مستقبل ظاهري ان شاء الله، والانسان كيحطمو، بدا يحطمو من دابا. فهاد الشيء حشومه عليكم. هاد الشيء هذا راه كيأكدو هو فمو، يعني دار اللايف وكيأكد لكم انه السيد ما كاين لا في السبيطار، ما مضروب، ما وقع ليه حتى شي حاجه، ما كان سكران ما والو. فاللي كان وقع وهو اللحظه اللي كانوا كيتصوروا معاه بقى مشغول معاهم، وبقى الفولون يعني معوطو ديجا مستاسيون الطوموبيل كما كان مستاسيونا. لما جا يخرج كسيره يعني ديريكت، نسى ديريكسيون كما كنقولوا بالدارجه ديالنا، نساه موجه نيشان. فحكم واحد الحديده وتخربشات ليه الطوموبيل شويه، يعني كاين خدوش على السياره ديالو فقط، يعني حاجه بسيطه. خرجت ليه شي حاجه في باراشوك، ردها وخرج حالته. هذا الشيء ما اكد باللسان ديالو. غنخليكم تشوفوا شنو قال عز الدين أناحي بعد هذا الضجه اللي وقعت في الفيسبوك وفي المواقع التواصل الاجتماعي. الريستو كنت نتعشيش وخارج أها. السيكوريتي ديال الخرجه، أها. وبقاو وقفوني، بقاو تيتصاوروا وانا الطوموبيل كنت مدور، فهمتي، كنت باقي ما مدورش لها الفور، يعني صحاب راسي ندور الفور، بقيت كنتصور معاهم، نتصور معاهم يديروا قاس لي واحد الحديده وواحد اللعيبه، ويتخرج لي واحد قدام ديال البارشوك من اليمين، واحد الحريده بحال هكا كتصور، رجعتوني. ضربت الطوموبيل ما دخلتي في حيط ما والو. دابا راه ظرف دوداني نقول لك راه. فهاد الناس كنقول لهم زعما حشومه عليكم، خليو السيد راه مازال عاد بدا المستقبل ديالو. حشومه عليكم اصاحبي، حشومه عليكم، ما تبقاوش تعملوا اخبار زائفه. الناس جاو تصوروا معاه، انتم عارفين الانجاز اللي حققوا المنتخب الوطني المغربي برفقه عز الدين أناحي طبعا. كان عنده بصمه ديالو، بصمه خاصه. شفنا انه واحد العديد من الانديه كتهتم به، وكذلك الاشاده اللي تلقاها عز الدين أناحي من طرف يعني العديد من الانديه ولا من الاطر الرياضيه، على راسهم المدرب الاسباني لويس انريكي. يعني تبارك الله، ربما هذا هو اول واحد اللي كنهضر عليه بواحد الطريقه اللي هي الطريقه ديال المدح ديالو بقوه لهذا اللاعب هذا. يعني شرف في احد الندوات الصحفيه قال لهم يا الهي منين جا هذا اللاعب هذا. فبعد هذا التصريح ديال المدرب الاسباني جاو واحد المجموعه ديال التصاريح من رياضيين اخرين، وكذلك شفنا العديد من الانديه العروض كتساقط على هذا النادي هذا انجي الفرنسي بعد التالق ديال أناحي. فربما نشوفوا في احد الانديه الانجليزيه ليستر سيتي، يعني راه خصص واحد المبلغ ديال 40 مليون دولار باش يجيب أناحي. لكن الفريق اللي كيلعب مع أناحي في فرنسا حاليا اللي هو انجي، شرط عليهم انه يكون الشرط ديال التعاقد هذا، يعني يكون اعاره الى نهايه الموسم. كذلك العقد ديال احقيه الشراء يكون موجود، يعني ممكن نسلفوه لكم ولكن من بعد عاد نبيعوه لكم احتسالي هذا الموسم الكروي الحالي. وكذلك عبر عز الدين أناحي على التفاجؤ ديالو بهذا الجمهور الغفير اللي استقبلهم في المطار واستقبلهم في الشوارع ديال الرباط، يعني الفحاوه ديال الاستقبال، وكذلك الاستقبال الملكي ديال جلاله الملك اللي استقبلهم في القصر. يعني عاد درك هو واللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي مدى الحجم ديال الحب ديالهم اللي كاين في القلوب المغاربه، وعاد عرفوا الانجاز اللي عملوه وهو انجاز تاريخي. والله بزاف ديال الافتخار، اقسم بالله. كاين اللي تقدر تقول صافي راه قالوا حيت كنا عارفين بلا نجاوب بالي عاد سيدنا وداك الشيء، ولكن فاش توصل تما عاد تعرف راسك فعلا شنو درتي. عاد ملي تشوف ماماك الوالده ديالك واقفه بحال ما هكاك وعيناتي دمعوا، يعني باغا تبكي، تشوف ولدها فين وصل لهذيك المرتبه، راه تقول الحمد لله. انا بالنسبه لي اقسم بالله وتنقولها دابا مازال غادي يجيو، راك عارف انت ما نقولش لك، غادي يجيو اوقات اللي نقدر نقول بزاف ديال الحوايج الجمهور، بزاف ديال الحوايج. هو بالنسبه لي انا الحلم ديالي حققته، اقسم بالله. مازال يلا لا لا، على الحلم ديالي، حيت انا كنت تكون صافي ترونكيل مزيان مشتاخره بك راضيه عليك، هذاك هو الربح. اما يعني فرقه دير في هادي ولا دير في هادي، ولا تاخذ فلوس، ولا توصل لواحد المرتبه ديك بالون دور، هادوك تيبقاو دي زوبجيكتيف في الحياه ديالك. من الحلم اللي تيقول شي واحد الحلم ديالك شنو هو، راه واش والديك. هما والديك ملي دابا تدخل للدار طريح لهم، تشوف بعينيهم هذيك الافتخار.